ولا يحق لكائن من كان صفته أو اسمه أو أيا كان نعته أن يحجر على أي مواطن مصري باستخدام حقوقه الدستورية. بالبحث وجدنا هؤلاء المصريين يطالبون فقط بترحيل الأجانب اللاجئين والأجانب المقيمين في الأرض المصرية بالمخالفة للقانون، وهذا حقهم. لم نجد في أي منهم تطاول، بل وجدنا كثيرا من الحسابات لهؤلاء الأجانب المقيمين داخل القطر المصري اعتادوا التطاول على كافة الرموز، على كافة أطياف ومعتقدات ومكونات الشعب المصري. لم يخلو حساب كثير 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 من الإخوة السودانيين والإخوة السوريين المقيمين في مصر من التطاول، وهذا لا يعني أنهم كلهم سيئون، بالعكس هناك فئات وقطاعات عريضة منهم ملتزمون محترمون يقيمون في مصر بموجب القانون ويلتزمون بالقوانين المصرية. ولكن إذا قام بعض الشباب المصريين بالرد والدفاع على وطنهم مصر تجاه المتطاولين المسيئين للشعب المصري ورموزه والفساد والتجار في العملة وفي غير ذلك من الأمور التي تعتبر جرائم، أنا ما جيش النهاردة عشان محامي أو مواطن مصري أهدد هؤلاء الشباب المصريين المواطنين الوطنيين إنهم خون أو عملاء. لا، دول مصريين بيدافعوا عن وطنهم وبيدفعوا الإساءة عن وطنهم. أنا بنفسي جات لي النهاردة مئات الرسائل، مئات بل ألوف الرسائل عبر برنامج الواتساب، تمام، فيها فيديوهات ومقاطع لأشخاص مقيمين في مصر من الإخوة السودانيين والإخوة السوريين، تطاول وإعلانات مخالفة للقانون والاتجار في العملة وفي غير ذلك. فالنهاردة ليست من المقبول أو المعقول أن يجي النهاردة كائن من كان في مصر أيا كان صفته يمنع المصريين من الدفاع عن وطنهم. احنا ما قلناش اعتدوا على اللاجئين، هم ضيوفنا، أتت بهم الظروف والصراعات في بلدانهم إلى دولتنا لأنها ملاذ آمنا ذكرها رب العزة في القرآن الكريم وقال بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر هي الملاذ، ولكن ذلك لا يمنع أن المصري إذا وجد من يخالف قانون دولته أو من يسيء إلى مصر وشعبها ورموزها وقادتها أن يفزع ويدافع ويطالب بكل قوة بطرد هؤلاء المجرمين بعد توقيع العقاب عليهم في مصر أيضا، ولا نكتفي بالترحيل فقط.